ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فراخ مشويه في الفرن من غير شويه. اول حاجه نزلت ببصلايه متوسطه وقرنين فلفل حامي وطماطمايه. الكميه دي نص فرخه، لكن لو هعمل فرخه كامله هضاعف الكميه. بعد كده نزلت عليهم بالبهارات، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات فراخ، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، معلقه كبيره من الزيت، معلقه كبيره من الخل عشان تطري الفراخ، معلقه كبيره من الكاتشب عشان يدي الفراخ لون. هضربهم بالبلندر. بعد كده هنزل بالتتبيله على الفراخ وهقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل بالسكينه اعمل بيها فتحات في الفراخ عشان التتبيله تخش ما بين اللحم، فتحات كتير بقى، كتير كتير. ده كده شكلها بعد ما حطيتها في الفرن. وحطيت تحتها صينيه فيها ميه مغليه، جبت حله ونزلت بمعلقه سمنه بلدي وشويه زيت. بعد كده 3 كوبايات من الرز مغسول ومنقوع نص ساعه. 3 كوبايات من الرز هنزل عليهم ب6 كوبايات من الميه عشان الميه تضيف الرز البسمتي. بعد كده هنزل بالتوابل، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره كاري، ورق لورا، ومعلقه ملح. هقلب كويس جدا. هنا عملت بقى سلطه الطحينه الكميه اللي انتوا عايزينها عادي. هنزل عليها بمعلقتين زيت وربع كوبايه ميه او اقل من الربع كمان. هقلب بقى لحد ما ادخل الزيت في الطحينه والميه. هنزل بالتوابل، معلقه شطه صغيره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، وشويه ملح. هقلب كويس جدا. بعد كده هنزل بمعلقه خل. هنا كانت احتاجت شويه زيت، نزلت بشويه زيت وهفضل اقلب لحد ما القوام يبقى سائل. وهنا السلطه قطعت طماطم وفلفل وخيار. مش بحب احط على السلطه خضره عشان الخضره بحس ان هي بتخليها دبلانه شويه، لكن كده بتفضل مصحصحه على طول اليوم. هقلبهم بقى في بعض واحط عليها فلفل اسود وملح بس، مش بحط اي حاجه تانية. شويه خل وعصره ليمون. ده الشكل النهائي بألف هنا.